الأكلة بتاعتنا النهاردة هي رز حبة وحبة وكوسة ولحمة. طبعا اللحمة مستوية أول وآخر في الدمعة بتاع الكوسة. وعندي عملت سلطة خضراء. طبعا حبايبي اللي لسه بيشوفوا القناة لأول مرة، يا ريت تشتركوا في القناة، وطبعا اللايك الجميل منكم اللي بيرفع الفيديو على اليوتيوب. وقبل كل ده لازم تفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد من وصفاتي. يلا بينا نشوف الفيديو. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أهلا بكم حبايب، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وعافية. النهاردة الأكل بتاعنا كوسة ولحمة، وعندي هنا هعمل معهم شوية رز أو مكرونة زي ما نشوف. بس هعمل اللحمة بطريقة تبقى جميلة جدا إن احنا نعملها في الطبيخ. طبعا ان انت تسلق اللحمه وتعملي الطبيخ كده لوحديه وتسقيه بالشوربه انا بلغيه خالص من حياتي. بعمل ايه؟ الطريقه بقى بتاع مامتي بتاع زمان، ان انا اعمل التقليه بتاعتي وتسبيكه الصلصه، وبعد كده احط اللحمه فيها تستوي اول واخر فيها طبعا، والخضار في الاخر خالص قرب ما تستوي اللحمه ويبقى سواها ويل دان يعني تمام. هبدا ان انا احط الخضار. عندي طبعا بصل وعندي توم مفروم طلعته من الفريزر، وعندي اللحمه وعندي صلصه طماطم انا صفيتها، عملتها خلطتها في الخلاط وصفيتها. طبعا هتلاقوا النتيجه احلى واحلى من ان انتوا تعملوها كده بالقشر بتاعها. وطبعا الكوسه بتاعتها هي صبحه وجميله. في ناس تحب ان هي تعمل الكوسه تقليديه يعني كده اهو، تعملها كده اهو بالسكينه. بس انا طبعا بحب ان انا انقرشها كده وتبقى شكلها جميل زي بتاعه المطاعم بالشكل ده. اهو شايفين شكل جميل جدا. واقطعها طبعا بتبقى شكلها افضل. شايفين شكل التعريجة بتاعتها بتبقى تحفة. وهتشوفوا معانا لما نطبخها يبقى باين شكلها ازاي. يلا بينا على البوتاجاز. انا حاطه الحله وحاطه فيها معلقه سمنه. ادي حبايبي السمنه هنزل عليها بالبصله بتاعتي. هبدا زي ما تحبي، عايزه البصله بتاعتك تحمر خالص مفيش مشاكل، عايزه تخليها صفرة كده وبعد كده تنزلي بالتومه، وممكن تعمليها ني في ني. بس انا هعمل لها تسبيكه بقى عشان ولادي من فتره ما كلوش تسبيكات، كلوا كده حاجات اللي هي ني في ني. فانا حابه ان انا اسبك لهم النهارده بما اني فاضيه كده. تصفر البصله بس واحط عليها الثوم. ادي حبايبي ابتدت تصفر البصله بتاعتي، هنزل بالثومه بتاعتي. طبعا هي متجمده شويه اهو، لازم تطلعيها كده عشان البكتيريا بتاعتها ما تتكسرش. هبدا بقى ان انا اقلب لغايه ما التومه بتاعتي تصفر، وهبدا ان انا افشها بالصلصه بتاعتي. وتلاحظوا برضو ان هو مفيش دهون كتير عشان انا مش بحب ان انا تبقى فيه دهون في الاكل عشان الكوليسترول وامراض القلب برضو اللي شائعه وكده. اهو عايزه تكتري برضو الدهون براحتك خالص. يلا بينا نشوف الكوسه اللي انا قشرتها. ادي حبايبي الكوسه بتاعتنا. هبدا بقى ان انا اقطعها. ممكن تقسمي الكوسه كده بالنص، تقطعيها بالشكل ده. طبعا الكوسه من الاطعمه المفيده جدا للقلب، يعني مهمه جدا ومفيده. وطبعا في ناس كتير ما بتحبهاش عشان طعمها اللي بيبقى طري كده يعني ممكن تسيبوها ناشفه شويه، ما تسووهاش للاخر. بس هي كده كده يعني بكافه الاوقات هي مفيده جدا، خصوصا لما تعمليها في اللحمه كده هتتاكل يعني هتتاكل. اهو بالشكل ده. هقطع باقي الكميه ونشوف التقليه بعد ما هحط لها طبعا دلوقتي الطماطم وتتسبك. بس قبل الطماطم هنزل عليها صدمه كده باللحمه. ادي حبايبي هبدا انزل باللحمه بتاعتي كده تتشوح حبه صغيرين يعني بس تاخد صدمه، وانزل بالصلصه بتاعتي بمجرد بس ما اللحمه بتاعتي تاخد لون اهو بالشكل ده كده. حبايبي اتشوحت معايا، هنزل بالطماطم بتاعتي، وهبدا طبعا انزل بالملح والفلفل الاسود والسبع بهارات او التوابل بتاعتي اللي انا بعملها. طبعا لو عايزه اللحمه تستوي بسرعه ما تحطلهاش ملح،
وتحطي كده 3 نوايات بتاع بلح، تخليها السوا بتاعها سريع جدا. هرجع لكم بعد ما تستوي عشان نحط الخضار ونخلص الطبخه بتاعتنا. ادي حبايبي خلاص اللحمه استوت جدا تمام خالص، وقصرت كمان. انا مش هزود شوربه كتير او ميه، عشان كده كويس خالص، عشان الكوسه بتاعتي بتنزل ميه اصلا. اي كوسه يعني مش الكوسه بتاعتي انا، اي نوع كوسه في اثناء السوى بينزل ميتها. فطبعا كده انا عايزاهم محبكين كده وكويسين، والصوص بتاعهم او الدمعه بتاعتهم تقيله زي ما انتم شايفين كده. كده هخلي اللحمه والكوسه يغلوا، بعد كده ههدي النار تستوي على بال ما احمر شويه رز وارجع له. ادي حبايبي اهو استوت اللحمه والكوسه وتمام التمام. وطبعا عملت شويه رز كده حبه وحبه، يعني مفيش بعد كده، وشويه سلطه خضراء هغرف كده وارجع لكم. ادي حبايبي الرز شكله تحفه، والاكل نفسه ريحته تجنن، وادي السلطه الخضراء، وادي اللحمه والكوسه. كده طبق بقى وجبه متكامله لفرد، يعني مفيش بعد كده. يا ريت تعجبكم الطريقه، ما تنسونيش في لايك والشير والسبسكرايب. بحبكم في الله، مع السلامه.